النهارده هنعمل مع بعض صينيه المكاريل، سمك المكاريل بالبطاطس. خرافه في فرن البوتاجاز، تطلع تحفه بنكهات جديده ومميزه. يلا بينا على طول نشوف الصاج التحفه ده عملناه ازاي. يلا بينا. عشان نعمل صينيه السمك بالبطاطس محتاجين هنا عندي كميه من السمك المكاريل 2 كيلو ونص. دول سمك مكاريل 2 كيلو ونص، منضفاهم كويس جدا وعصر عليهم ليمون زي ما انت شايفه كده، والليمون قاعد مد عليه يخلي لي السمك لونه فاتح كده بالشكل ده. هبتدي اشطف السمك ده من الليمون اللي انا عصرته وهرجع لكم تاني. وده شكل السمك بتاعنا بعد ما شطفته من الليمون. هبتدي دلوقتي احط له رشه مي، هبتدي انزل عليه برشه ملح كده بالشكل ده، ورشه فلفل اسمر. بالشكل ده. وهسيب برضو السمك عندي ينزل الميه بتاعته. كل ما الاقي بينزل ميه هصفيها كده بالشكل اللي انت شايفاه ده لحد ما اتاكد ان السمك عندي نزل كل ميته اللي هي مش نظيفه تماما. ولو انت حابه ان انا اجيب لك اعمل لك فيديو بتصوير السمك وهو بيتنضف ابعتيلي في الكومنتات. تمام. على ما السمك عندي يتصفى من الميه بتاعته بعد ما حطينا له الملح والفلفل الاسمر، هنبتدي نعمل الخلطه بتاعتنا. تمام. عندي هنا تقريبا كده كيلو من البصل على كميه السمك اللي انا عاملاها اللي هي 2 ونص. لو انت عايزه تقسمي كميه السمك براحتك، وعلى فكره صينيه السمك دي بتمشي مع جميع انواع الاسماك. تمام. يبقى عندي كميه من البصل هنا كيلو، وعندي فلفل رومي اخضر وفلفل احمر الوان، احمر واصفر مشكل. تمام. عندي الكميه ديت يعني مقربه نص كيلو برضو. حطيت تقريبا حبايتين من الفلفل الاحمر وحبايه من الفلفل الاصفر والباقي فلفل اخضر. تمام. هنجيب عندنا الصينيه بتاعتنا بالشكل ده، هنزل فيها كده البصل بتاعي. تمام. لو انت عايزه زي ما قلت لك، لو انت مش حابه كميه البصل ده انت راجع ليكي انت، بس انا بحب اغذي اولادي فلفل وبصل لان طبعا انت عارفه قيمته الغذائيه قد ايه. مش هحط اي دهون للبصل قبل ما احط له، اخليه على النار دقيقتين بملح بس. بيعمل الحركه دي بتعمل ايه، او الخطوه دي بتعمل ايه، بتخلي لي البصل ينزل ميته، لان لو انا حطيت دلوقتي اي زيوت مش هيبان عليه. حطيت عندي البصل على النار وهنزل عليه زي ما احنا عارفين ومتفقين معلقه من الملح كده متوسطه كده عشان تدبلي البصل ويبتدي يدخل في السوا، ولسه ما حطيناش اي مواد دهنيه. وطول ما هو على البوتاجاز البصل من غير زيوت بفضل اقلب فيه كده عشان ما يعملش معايا ارضيه. بعد ما قلبت البصل كده على النار حوالي دقيقتين بالشكل اللي انت شايفاه ده، هبتدي انزل عندي بكميه زيت محترم كده تبان عليه. هنا عندي ربع كوبايه. هسيب البصل ده لما يدبل ويديني كمان لون اصفر. عندي هنا كميه من الثوم المفرز او الطازه عندك براحتك. انا حبيت اوريكي كميه الثوم لان عايزين حبه ثوم محترمين كده، يعني تقريبا كده حوالي راس من الثوم. تمام. انا هدقهم بس عشان انا حبيت اوريكي، عشان اوريكي كميه الثوم. عندي هنا كده البصله ابتدت تصفر وتدبل كويس جدا. هنزل عليها بالفلفل، انا عايزاهم يستووا مع بعض. تمام. بعد ما نزلت بكميه الفلفل بتاعتي عندي نزلت بكميه الثوم شايفاها كده، وهبتدي اقلب الخليط ده مع بعضه واسيبه على النار مع استمرار التقليب طبعا لما الخضار ده كله كده يستوي. تمام. يدبل خالص ويتسبك مع بعض. طبعا قبل ما هسيب الخليط ده يتسبك عندي هنا كيس من الصلصه اللي هي الكياس، ونص كيس، يعني كيس ونص من الصلصه اللي هم اللي بيبقوا اكياس. هبتدي اقلبها كده زي ما انت شايفه، وبعد كده هسيب الخليط ده زي ما قلت لك هسيبه يتسبك في بعض. تمام. وما ننساش طبعا مع بعض رشه السكر اللي بنحطها لما بننزل الصلصه، رشه سكر صغيره كده.
ونسيب الخليط ده يتسبك براحته. وهنا حبايبي انا حسيت ان الخليط التسبيك بتاعي عندي فاتح شويه، فنزلت عليه بحته كده صلصه من الفريزر وهحطها في نص الخليط كده عشان تسيح معايا. تمام. انا حسيت ان لونها ابيض، انا عايزه لونها فاتح شويه، يعني انا عايزه البطاطس بتاعتي لما اجي احطها تبقى لونها محمر شويه. وطبعا راجع ليكي لو انت ما بتحبيش الصلصه كتير. وبعد شويه هنحط مكون اضافي هيودي لك الخلطه دي في حته تانية خالص. وده شكل الخلطه بتاعتي بعد ما خلصتها على النار كده، والطماطم ادتني لون حلو ليها كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. نبتدي عندنا هنا ننزل بمعلقه من البابريكا كده صغيره بس مليانه، وانا بستخدم البابريكا المدخنه. عندي اللي هيزود طعم وهيوديها لك في ناحيه تانية معلقه صغيره كده من دبس الرمان بالشكل اللي انت شايفاه ده. عايزه اقول لك ريحه البابريكا المدخنه خطيره، الريحه رهيبه. انا ما بستخدمش البابريكا العاديه. ننزل عندنا بمعلقه كده كبيره من الكزبره الناشفه على كمون، معلقه كبيره كده مليانه كزبره ناشفه مطحونه مع كمون. ونشوف الملح بتاعنا محتاجه تاني ولا لا، عشان احنا حاطين معلقه ملح صغيره على البصل. احط عندي رشه ملح صغيره كده، انا دقتها لقيتها ناقصه شويه ملح. انت طبعا الملح ده حسب ذوقك انت. عايزه اقول لكم الخلطه دي تحفه رهيبه ما شاء الله عليها، حكايه. جربيها وانت مش هتندمي. نجيب عندنا السمك ونشوفه عمل ايه. ده السمك بتاعي بعد ما نزل كميه الميه بتاعته كلها اللي هي زي ما انت شايفاها كده بيبقى لونها غامق، وهي دي مصدر زفاره السمك. هنبتدي عندنا بقى نرص الصاج بتاعنا او الصينيه زي ما انت حابه تحطي السمك بتاعك. عندي كميه من البطاطس دي يعني حوالي كيلو من البطاطس، او طبعا حسب الكميه اللي انت محتاجاها لعدد افراد اسرتك. تمام. هجيب عندي الصاج اللي انا هحط فيه السمك بتاعي، وهنزل بالبطاطس بتاعتي كده طبعا غسلاها ومنشفاها كويس جدا ومش حاطه لها اي حاجه تاني. هنزل على البطاطس دي برشه صغيره كده من الفلفل الاسمر. طبعا مش هحط كمون لان الكمون في الخلطه. ورشه ملح صغيره، ربع معلقه صغيره كده من الملح. يعني زي ما اتفقنا كل الخلطه بتاعتنا وكل حاجتنا متهيئه. جزء من الخلطه دي وبنزل بيه على البطاطس بتاعتنا. باخد كميه كده من الخلطه. بسم الله. وبقلب كده مع البطاطس بالشكل ده. نزلت كميه محترمه كده من الخلطه على البطاطس عشان انا عايزه اطعم البطاطس بنفس التطعيمه اللي هيطعم بيها السمك، عشان ما افرقش ما بين السمك والبطاطس. تحفه حكايه بالشكل ده. هجيب عندي السمك بتاعي. بص حبايبي للامانه الصاج ده المفروض اعمل في الصاج اللي اكبر منه، بس معلش هي اتبقت معايا سمكيه فانا قسمتها، حطيت جزء منها نص منها هنا ونص منها هنا، مش مشكله ماشي حالها برضه. فببتدي احرك كده البتاع عندي. وبرضه للامانه ان الخلطه دي المفروض احط عليها ليمون من تحت السمك، بس من تحت اللي هي الليمون اللي هنا. بعد ما نزلت عندي بدبس الرمان على الخلطه بتاعتنا ديت، هنزل عندي بعصير 4 ليمونات كده، يعني حوالي نص كوبايه ليمون كده. لو انت بتتحسسي من الليمون قللي كميه الليمون، بس الليمون عندنا هنا بيلعب دور قوي جدا في الخلطه بتاعتنا دي بالشكل ده. طلع البذرة. انا عملت 4 ليمونات بالظبط بس حلوين يعني حجمهم متوسط. هبتدي عندي اقلب الخلطة كده في الليمون. تمام بالشكل التحفة ده.
وعندي الجزء اللي فيه البطاطس هنا بالصينيه، الخلطه اللي حطيتها على الصينيه برضو اديتها رشه ليمون لان انا نسيت الليمون عندي في الصينيه. تمام، يبقى انت تحطيه على الخلطه هنا قبل ما تحطيه للبطاطس، بس ما يجراش اي حاجه طالما انا حطيته هنا عادي، مش هيجرى اي حاجه. وده شكل السمك عندي بعد ما رصيته في الصاج بتاعي. طبعا عايزه اقول لكم ان الحته دي كده ان الفرن عندي بتسخن، وهشغل من تحت بس، وبعد كده هديله اللون من فوق، بس لازم يستوي الاول من تحت. هنزل عندي بالخلطه بتاعتي كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. زي ما اتفقنا الفرن عندي بتسخن، وده شكل السمك بتاعي بعد ما حطيت عليه الخلطه من فوق، زينته فوق هنا بالليمون بالشكل اللي انت شايفاه ده. هنبتدي ندخلها الفرن البوتاجاز من تحت بس، على اقل درجه عندك بعد ما تسخن طبعا الفرن. ويا ريت اغطيها ألمونيوم فويل او صاج تاني قدها. تمام، انا هغطيها عندي بصاج تاني وهدخلها الفرن، واول ما تستوي وتبتدي تستوي معايا البطاطس ببتدي اشغل عليها الشوايه تاخد اللون من فوق، وهوريكم شكلها النهائي عامل ازاي. وده شكلها حبيت اوريها لكم بعد ما دخلتها البوتاجاز وغطيتها ازاي بصاج فوقها. ودي شكل صينيه السمك بعد ما طلعت من الفرن. بسم الله ما شاء الله، تحفه، حكايه هتشرفك في العزومات. جربيها على طريقتي، ما تنسيناش باللايك والشير لو عجبك الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في حفظ الله.